السلام عليكم. صور فضيحة شنقريحة في باريس. مجرد عساس للمصالح الفرنسية. هجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الفرنسية والدولية بصورة مهينة ظهر من خلالها الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وهو يتسلم خوذة حراس الأمن الفرنسي مهدية له من فرنسا خلال زيارته الأخيرة، والهدية لم تكن إلا عبارة عن قبعة قديمة لجندي فرنسي من السلاح الفرسان، وهو السلاح المعروف بارتكاب عناصر جرائم بحق أبناء الشعب الجزائري في القرن التاسع عشر خلال فترة الاحتلال الجزائري. فهمت فيا؟ هذه رسالة يقولوا هذا هو حجمك يا شنقريحة، هذه هي بلاستيك. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لذا استقباله لشنقريحة قام رئيس الجيوش بحركة ماكرة أثارت جدل واسع بين المهتمين بالشأن السياسي وكذا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع الكل على أن هذه الحركة مهينة ومدروسة بعناية، الغرض منها تمرير الرسائل غير مشفرة، مفاده أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري شنقريحة ما هو إلا حارس بحديقتها الخلفية يعني الجزائر، وحامي ثرواتها التي تعد أكبر وأهم داعم لخزائن الإليزي. وفي نفس الوقت التلفزيون الجزائري وجد نفسه في موقف محرج لا يحسد عليه. شفتوا هذا الفيديو؟ ولا وسيلة إعلامية واحدة من أبواق أو صحافة بوقوقو أو إعلام نظام العسكر اتطرق لها. هاو على راس هذا العسكري، هذا الحارس هذايا، وإلا ما بان لكمش مليح نزيدو نبينوه لكم مليح. هاو ليك كاسك هذايا، وهذه صور ما تشوفوهاش في صحافة بودور ولا في تلفزيون قنوات العاب. هاي مليح. الآن باش نختموا الحكاية كامل، وهذه الصورة ما تشوفوهاش عند صحافة بودورو وصحافة ولاد الحرام. استغل بابا حني قال لك صرعوا بالبول. شوف كيفاش شد نيفو، شوف والاخر كيفاش مزير روحه، وقيلا راح يطلقها طول، راح يطلقها ماشي البوله، راح تطلق حاجه اخرى. شوف كيف شد روحه، شوف شنقريح كيف شد روحه، والاخر حاكم نيفو. استغل. هاي شفتوا؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.